أغراضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين أن الله يسر كل أمورنا أمور الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر يا ربي صل على محمد شرف بدر في الكون أشراق يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد كرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وصداق يا ربي يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوى يا ربي يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب
العرش العظيم يا عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين أتقى الأتقياء. السلام عليك. السلام عليك زين السلام عليك من ربي السماء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك دائم بلا انقطاع. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أحمد يا حبيبي صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه. السلام عليك طه يا طبيبي صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه. السلام عليك يا مسكي وطيبي صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه. السلام على المقدم في الإمام صلى
السلام عليك أتقى الأتقياء السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المتوج بالكرامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء أنت المرتجى
وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه. أرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه. فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه. تدبرت بوجودها أكناف الوجود وضرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه. وله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه. ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمن لنا من والى جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه. قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلال صلى الله عليه. وهو من فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه صلى الله عليه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بمده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيد التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة هو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه
وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأدخرت من سر هذا النور ما أدخرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى ونور الله حيف الأفكار عليه. ظهوره وبهر فتعلقت همة الراكم لهذه الهروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لدي من عجائب ذلك النور معروف. صلى وإن الله كانت عليه. الألسن لا تفي بعشر من شر أوصاف ذلك الموصوف صلى الله تشويقا عليه. للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. صلى الله وإلا عليه. فأنا تعرب الأكلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما خفته من سن أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. صلى الله عليه. وفي عليه. الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين صلى الله دع التعلق عليه. بهذه الحضرة الكريمة ولا يتشوك إلى السماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلني في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحنا بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود بنيتي أقصى مرامي أحظى بالشهود بنيتي أقصى مرامي أحظى بالشهود وأرى باب السلام وأرى باب السلام يا زكي الجدود وأرى باب السلام
من تعالى علو في ارتفاع اغفر ذنوبي وجنبنا الهلاك يا من تعالى علو في ارتفاع اغفر ذنوبي وجنبنا الهلاك اغفر ذنوبي وجنبنا الهلاك يا من تعالى علو في ارتفاع اغفر ذنوبي وجنبنا الهلاك يا من تعالى علو في ارتفاع اغفر ذنوبي وجنبنا الهلاك اغفر ذنوبي وجنبنا الهلاك يا خير محبوب للمولى وداع الله قربك منه واصطفاك يا خير محبوب للمولى وداع الله قربك منه واصطفاك الله قربك منه واصطفاك يا من تعالى علو في ارتفاع اغفر ذنوبي وجنبنا الهلاك يا من تعالى علو في ارتفاع اغفر ذنوبي وجنبنا الهلاك اغفر ذنوبي وجنبنا الهلاك صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من يا فوز من صلى عليه وسلم نور
وسلم وبارك عليه. وقد آن للقلم أن يخط ما حركت فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائل التي أصل الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في هدائق الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلق الله هو النور المودع في هذه السورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني أن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه وسلم. هذا النور المبين أصلاب وبطن من شرف من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصت بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقوا صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فدمت وشاوها بمعونة الله محافظة على هك هذه الدرة وصونها فحملت بنعية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه علما ولا إللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزي إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر في آثار مجده السميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة
همة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود صلى الله عليه. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين وانقسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Hadiraki Rasulullah, pakerang dari Rasulullah, hajat kereta kaki dalam ateh. Asyaraqal kaunu btihajan biwujudil Mustafa Ahmad wali ahlil kauni unsun wa sururun qad tajadda. Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. فاضربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرت واستضيء بجمال فقى في الحسن تفرد. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبى. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فلربي كل حمد جل أن يحصره العاد إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد صلى الله عليه. سلام عليك
أهلا بك إنا بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصود آمين يا سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واهدنا نهجا سبيلك كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جوار خير نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا واكرمي الأرواح منا واكرمي الأرواح منا في لقاء للأنام مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا
رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu an. Wa fi sahihain qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina unzila alaihi wa anzir ashiratakal aqrabin al-ayah. Faqala ya ma'syara Quraisy ishtaru anfusakum minallahi la uni ankum minallahi syai'a. Ya bani Abdi Manaf la uni ankum minallahi syai'a. Ya Abbas ammu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la uni anka minallahi syai'a. Ya Safiyah ammatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la uni anki minallahi syai'a. Ya Fatimah binta Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam salini mimma li ma syi'ti la uni anki minallahi syai'a ila akhir ma qala radhiyallahu anhu wa ardah. Ketika riwayat dari Al-Imam Bukhari Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan satu ayat yang mana ayat tersebut memerintahkan kepada Nabi untuk mengingatkan orang-orang dekat beliau. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengingatkan asyirah, keluarga Nabi, al-aqrabin dan para kerabat-kerabat Nabi. Ini ayatnya wa andir ashiratakal aqrabin. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa andir, kasih peringatan ashirataka, keluargamu, al-aqrabin yang dekat kepadamu. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dan memanggil orang-orang terdekat beliau dan orang-orang yang dianggap mulia. Ya ma'syara Quraisy, wahai bangsa Quraisy, anak keturunan daripada Quraisy, orang-orang yang termulia. Ishtaru anfusakum minallahi la uni ankum minallahi syai'ah. Carilah kalian masing-masing keberuntungan dari Allah, carilah keselamatan masing-masing daripada Allah. La uni ankum minallahi syai'a, sedikit pun aku tak mampu memberikan 100% jaminan keselamatan kepada kalian semua. Lalu Nabi SAW faqamah, Nabi berdiri. Ya Abdi Manaf, ya bani Abdi Manaf, wahai anak cucu daripada turunan Abdi Manaf. La uni ankum minallahi syai'a, aku tak bisa menjamin keselamatanmu, sedikit pun aku tak dapat menanggung daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya Abbas ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abbas paman Kanjeng Nabi, wahai pamanku, kaulah tak bisa menjamin keselamatan panjenengan pagi nang hari kiamat. Wa ya Safiyah, Nabi juga memanggil bibi daripada beliau. Ya Safiyah ammatu Rasulillah la uni anki minallahi syai'a, wahai bibi, kaulah tak bisa menjamin memberikan keselamatan sedikit pun pagi nang hari kiamat. Bahkan Al-Batul Fatimah Zahra Al-Batul binti Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda kepada Sayyidatina Fatimah, ya Fatimah salini min mali ma syi'ti, mintalah apa yang kamu akan minta dari hartaku. Ban minta apa dari sengko wahai Fatimah, minta dari intunya, silahkan penta apa saya penta bibaan berina ma syi'ti, sekehendakmu. La uni anki minallahi syai'a, keng cek mentah tanggungan pagi neng hari kiamat. Hadis ini menunjukkan kepada kita kalau orang-orang mulia dari Bani Abdi Manaf, dari kaum Bani Quraisy, paman Nabi Said Abbas, bibi Nabi Sayyidatuna Safiyah, putri Nabi Fatimah, Nabi tak menjamin keselamatan kecuali ishtaru anfusakum, carilah keberuntungan masing-masing, beramal untuk keselamatan pagi nang akhirat. Jak les males
cek kasengkah apa sih yang telaki mon Siti Fatimah bayi Nabi tak nangku Said Abbas paman Kanjeng Nabi tak nangku Bani Quraisy, Bani Abdi Manaf sebenarnya ketemu Kanjeng Nabi, benare salaman bi Kanjeng Nabi, benare toju bi Kanjeng Nabi, salat berjamaah bi Kanjeng Nabi tak bisa memberikan pertolongan 100%. La uni anki minallahi syai'a. Wala anta ya Rasulullah wa na'ala wa ma wala ana. Walaupun engkau tak bakal masuk surga bintang amal illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih, kecuali Allah meliputi dengan kasih sayangnya, meliputi dengan rahmat kasih sayangnya kepadaku. Berarti orang masuk surga ini kelaban rahmat Allah, benih kelaban benyakan amal. Kau leban manjenengan bisa beramal anika karena kebelesna Gusti Allah. Mungkin banyak dari kaum muslimin bekto penegah banyak lopah bahkan dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah taala mencurahkan kasih sayangnya kepada kita, digerakkan hati kita, dimudahkan langkah kita ke tempat majelis-majelis zikir, majelis solawat dan berzikir kepada Allah, munajat kepada Allah Subhanahu. Nggak nih Nabi tak menjamin para hadirin Siti Fatimah benar berarti merendahkan Siti Fatimah lah, bukan berarti merendahkan paman Nabi Said Abbas, tak merendahkan sama sekali Bani Quraisy, tak merendahkan sama sekali Bani Abdi Manaf. Tapi bagaimana Nabi diperintahkan oleh Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, cak dengan telaki soro paenga. Maka Nabi andik julukan basyiran wa nadhira, nadhir. Nabi selalu maenga lebet sana para ulama bedepak ke kaulaban panjenengan bedepak pak enga bener karena beci nasihat siang malam bener karena beci bener tadi lako para ulama ini kampun sibuk saungkun, tapi karena perintah bentugas dari Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Mon masuk surga cabik tibi ngajak ke majelis pakar tak gelem dina, ngajak kita nyecel, ngajak le tak gelem. Hidayah dari Gusti Allah. Cek ni rongkok sampean dateng tak dateng sakar pak kaki cek ni rongkok. Omong ring pegel ring beli sini kan. Ya. Nabi tak bisa menanggung 100% Pak. Wah terus dak remah apa ini. Terus apa mentah amal ibadah secara kelacir ngak nikah. Matur muka karatu dak ke Gusti Allah. Karatu dak ke Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sandi keluarga, baik enggak keluarga nah. Sandi mantoh, sandi kompoi, sandi anak, sandi keluarga, baik enggak keluarga nah. Jaksan busen mak enggak karena pun perintah dari Allah, sebagaimana Allah taala memerintahkan kepada Nabi, berarti Allah pun memerintahkan dekat umatnya, wa andir ashiratakal aqrabin. Baik enggak ngakan atok, mari ngakan jong. Ngebu etek tak lagi. Mari tedung jong, mari ngakan jong. Siapa yang ngakan itu? Sholat Jumatan nak. Ayo, kemis depan pasah, sekeluarga pasah niat tak kuat mon kita jejel tak kuat ambu. Nah kemis boleh libur gi, kemis boleh libur, terus keng amal aja libur ngale tempat. Seneng kota beda al Habib Abu Bakar bin Hasan Segaf. Mada kita arif atau ronero orang sebenarnya Arafah sebenarnya semak kota kalau warung dawo bisa bergabung dekat pondok Riyadul Jannah almarhum Al Habib Umar Al Muhdar. Sebagian gunungan bagian Cakanca dari Sapulanti banyak saya datang dari saya Kejayaan bisa bergabung nengka Al Habib Umar bin Muhammad Segaf. Saya kabupaten mungkin keraton ben sekitar kantor sekitar korla kenceng sampean neng keraton neng pondok Sunia Salafiyah Ustaz Al Habib Taufik. Jadi cek libur amalah keng majelis kantor libur mau sampean datang tak apa-apa datang yang ada orang silahkan datang kopi tak ada soalnya pindah tempat paham lagi. Jadi niat tanggal belu tarwiyah niat tapi walaupun sunnah tapi puto niat puto niat apa sah yaumu tarwiyah, niat apa sah yaumu Arafah, puto niat. Terus Jumat salat Idul Adha ya insyaallah mater moga bi qudratillah mater moga bisa apa sah
montek keneng ning tanggal belun ning tanggal sangaan nggih mun sampeyan longgar kemudian banyak bektoh sobung lakoh fadol bergabung deka Sunsal atau deka Kejayan atau ning Rogoitan atau ning Lecari Habib Abu Bakar atau ning Keraton Sunia Salafiyah mun kanto mada kita kok ada orang gulis pada kina ya ngok dek kasak boy punan paham nggih. Nah, untuk kemeja boleh muka seperti biasa insyaallah bi qudratillah mantermuka amal ibadah terima dening Allah Subhanahu wa taala mantermuka takdir kapi dapat Makkah Madinah insyaallah amin Allahumma amin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما ندم الفكر من درار الأوصاف المحمدية وكندا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب أعمالي في الأعمال مقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ضافرة وعلى باب العزة تحات الرحال فتحشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راجة دعوتك شاملة الآب الأكبر المحبوب لك والمحسس بشرف الأفهار في كل موطن من مواطن القرب ومدهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كأرس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم وتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إن لنا أدماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة يا وسيلتنا إليك فلا تغيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك المستشفئين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووله وظهره وأم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنى وسورة. واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط الأدل في ولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار. واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا
واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسير الفاتحة.